السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. تكون هاد لا فيديو كتلقاكم وانتم في احسن الاحوال ونقولوا الحمد لله دائما وابدا. كيفاش ممكن جوج صحابات اللي ملي حلوا عينيهم وهما مع بعضياتهم لدرجه ولاو الناس كيصحاب ليهم خواتات وكيتعطى بهم المثل في الصداقه وفي الوفاء، يجي واحد النهار ويتحولوا لعدوات بسبب الغيره والحسد؟ نجاكم الله. اجيو تسمعوا معايا القصه ديال ساره وندى اللي تزادوا وكبروا في مدينه تطوان، والزياده ديالهم كانت تقريبا في نفس الوقت، بيناتهم غير شي ايامات قليله. وداكشي علاش تدار ليهم سبوع واحد، لان مواتهم صحابات وجيران بجوج حملوا وولدوا في نفس الوقيته سبحان الله. وحتى بنياتهم كان مكتاب ليهم انهم يوليو صحابات، ولكن اكثر منهم، لان ساره وندى ماشي غير لقاتهم الدنيا واحد النهار، ولكن راهم تزادوا وكبروا مع بعضياتهم، لعبوا في نفس الحومه وتشاركوا كل شيء، من الالعاب لي بوبي ملي كانوا صغار، وحتى الاسرار ديالهم ملي كبروا. العائلات ديالهم كانوا ناس بساط ومتواضعين، عايشين في واحد الحي الشعبي اللي فيه كل شيء معروف، وعايشين بحال شي عائله كبيره. ساره كانت بنت اللي هادئه، كيعجبها تقرا القصص، كتلعب غير في بلاصتها وكتحماق على شي حاجه سميتها الضياف. كيعجبها تجلس حدا امها وتسمعهم كيعاودوا على حياتهم والتجارب ديالهم، وواخا ما كانش كتهضر بزاف، ولكن ديك الطيبوبه والظرافه اللي فيها كتخلي الناس يرتاحوا ليها ويبغيوها. اما ندى فكانت مختلفه عليها، كلها حيويه ونشاط، وما كتعرفش شي حاجه اللي سميتها الخوف اولا الحشمه. خاصها تهضر وتضحك وتنشط في الحومه اولا في المدرسه. الا شفتي شي مجمع ديال البنات فعرف على ان ندى هي اللي جا معاه ومنشطاهم. ما كانش كتخاف انها تهضر على شي حاجه اللي في قلبها على لسانها، وكل شيء كيعرف الطموحات ديالها اللي كتفوت داكشي اللي كيحلموا به البنات من صغرها، وهي كتحلم بحياه عامره بالفرص الكبيره والتجارب الزوينه، وكانت كتفائل بالنجاح وبالشهره. داكشي علاش فاش كتكون كتهضر كل شيء كيضر بها، لانه كتعجبهم الثقه ديالها اللي قليل فين تلقاها. وخا يبان ليكم باللي ندى وساره عندهم شخصيات مختلفه، ولكن هذا الاختلاف كان كيشكل واحد النوع من التكامل بيناتهم. ساره كانت كتعطي ندى الاحساس بالامان وبالاستقرار، اما الاخرى فكانت كتخرجها من لا زون كونفور ديالها وكتخليها تجرب حوايج جداد. كيتشاركوا كل شيء، كيحلموا بجوج وما بيناتهمش الاسرار، وداكشي علاش الصداقه ديالهم كانت قويه ومستحيل شي واحد يفرق بيناتهم. وحتى الا تضاربوا دغيا كيتصالحوا وكيرجعوا كيف كانوا من قبل، بلا حتى شي واحد ما يحس باللي اصلا كانوا مضاربين. دازوا السنوات وسالت ايام الابتدائي والاعدادي، وكيف العاده هما ديما في قسم واحد. وواخا في الاول العام كيجيو في اقسام مختلفه، ولكن وحده فيهم كتطلب الانتقال باش يبقاو بجوج. كيمشيو ويجيو بجوج بيهم، كيراجعوا بجوج، المهم كانوا معاونين. غير هو كانت ديما ندى هي اللي كتجيب النقاط الواعرين وكتفوق على ساره اللي واخا هكاك حتى هي نقاطها مزيانين. وهذا الشيء كيرجع على ان الشخصيه ديال ندى طموحه بزاف، عندها هدف بغا توصل ليه واللي هو تولي محاميه معروفه. اما ساره فما كانش عندها شي هدف اللي كبير وواضح بحال ندى، كانت كتقرا غير باش تقرا، وكون ما كانش عندها معاها محال واش كانت تجيب دوك النقاط. وهذا الشيء اللي ما كان مشكل حتى شي عائق في الصداقه ديالهم. حتى غادي يساليو المرحله الثانويه، وتم ندى غادي تكون عارفه مزيان فين غادي تمشي باش تكمل المسيره ديالها وتقرب من الحلم ديالها. والوجهه كانت هي كليه الحقوق شعبه العلوم القانونيه. جمعات الوثائق المطلوبه وتسجلات وبدا العام الدراسي، وساره مازال ما تفهمت حتى شي حاجه لانها ما عارفاش شنو دير. وفي الاخر قررت باش تحبس القرايه وتخدم شي حاجه، وفعلا لقات خدمه في واحد سونتر دابيل اللي واخا ما كانتش كتشد بزاف، ولكن كانت قضيه الغرض، كان قريب من دارهم، وبحال هكا ما غاديش تبقى غير جالسه في الدار النهار وما طال، وغادي تعاون شويه والديها. وهذا الشيء كامل اللي وقع ما منعهمش انهم يتشاوفوا يوميا، من الويكاند لويكاند كيخرجوا شويه يهضروا ويبدلوا الجو وبداو يتعاودوا على المغامرات ديالهم ديال الصغر. المهم كل شيء كان غادي هو هذاك، ندى مركزه على قرايتها، عارفه راسها شنو كدير، وساره خدامه على راسها ومعاونه والديها. حتى لواحد النهار غادي تكون خرجات من الخدمه، دازت لواحد الباتيسري باش تشري شي حاجه تاكلها وتدي معاها المالين الدار باش يديروا الكوتي. وهي تلاقى بواحد السيد شافها وعجباتو، حاول انه يهضر معاها، ولكن دارت براسها باللي مزروبه ومشات. والصراحه حتى هو عجبها، قال ليها بلي الاسم ديالو عمر، مازال شاب طويل وانيق، وبين عليه بلي لاباس عليه غير من لباسو والطريقه ديال كلامه. واحد من الايام غادي تصادف معاه عاوتاني، وهنا غادي يقول ليها بلي هو موالف يمشي ديك الباتيسري. شافها في بزاف ديال المناسبات وعرفها بلي خدامه في سونتر دابيل،
وقال لها باللي بغى يتعرف عليها ونيتو حسنه. ساره اللي ردات عليه وقالت لي الا كنتي باغي تتعرف عليا فمرحبا بك في دارنا، يعرفوك وتعرفهم، وعاد ديك الساعه نقدروا نخرجوا نتعرفوا على بعضياتنا. هو اللي عجبته هاد الهضره وطلب منها باش تعطيه النمره ديال باها باش يهضر معاه، يجيب والديه ويديروا الخطبه. وداكشي اللي كان عيط على باها، عرف على راسو، قال ليه باللي شاف بنته وباللي ناوي المعقول. وباها حتى هو اللي عجباته هضرته اللي كلها ادب وصواب، ورحب به هو والعائله ديالو. فاش سمعت ندى هادشي ما تيقاتش في الاول، ولكن ملي سولت ساره اكدت ليها اللي وقع، وقالت ليها بلي كنت جايه نقولها لك باش بحال هكا تحضري معايا الخطبه. عاودت ليها كل شيء، وتما ندى جاتها في شكل، وهي اللي مولفه ديما هي اللي يكون عندها الزهر وتكون متفوقه، كتشوف راسها باللي اذكى واجمل من ساره. فكيفاش قدرت تتعرف على واحد اللي في مده قصيره عجباتو وبغى يخطبها؟ المهم ما بيناتش ليها، وخساره كانت عارفه باللي هي ديما كتبغي هي اللي تكون واعره وكيبغيها كل شيء، ولكن ديك الرزانه اللي في ساره كتخليها تتقبلها كيف ما هي وما تديش عليها. اما ندى فواخا كانت عارفه باللي هما بحال الصحابات، ولكن ما كتقدرش تحبس داكشي اللي فيها، حيت ديما كتبغي تكون هي الاولى اللي دير الحاجه باش تحس بالثقه وبالقوه ديالها. وهاد الغيره الصغيره اللي كتحس بها غادي تتضاعف بزاف وغادي تحول لحسد ملي غادي تشوف العريس والعائله ديالو نهار الخطوبه. الابتسامه طوله وتجريده، اما الطوموبيل وداكشي اللي جابوا معاهم خلاو الناس كاملين ديال الدرب يبقاو كيشوفوا وكيطلوا من الشراجم. دخلوا وساره مخبيه في البيت وما قدها فرحه، ومعها ندى اللي كتحاول ما تبين والو. جلسوا عائله عمر تبادلوا الحديث مع الاب ديال ساره، طلبوا منه اليد ديال بنته، وهو اللي كان عجبو عمر بالصواب والادب اللي فيه ارتاح ليه وقال لهم الله يكمل بالخير. ديك الليله الصحابات ما جاهمش الناس، غير هو وحده اللي ما نعستش بالفرحه والاحلام اللي كتخايل، والاخرى اللي ما جاهاش الناس بقوه التفكير والغيره. كتقول مع راسها كيفاش هذه جاب ليها الله راجل ولاباس عليه من الفوق بلا ما دير حتى مجهود، او هذا كامل زهر. حيت ندى كانت كتامن انه حتى شي حاجه ما كتجي بالساهل، وخاص الواحد هو اللي يمشي عندها وماشي العكس. ولكن صبرات، حاولات انها دوز معها وقت زوين، وشافت باللي حتى هي تقدر تبدل حياتها تولي مرا مستقله بلا ما تحتاج مساعده ديال حتى شي واحد. المهم مورا الخطبه ساره والخطيب ديالها بداو كيتلاقاو وكيتعرفوا على بعضياتهم. في الاول كانت الهضره بيناتهم بسيطه، ولكن دغيا ولفوا على بعضياتهم، وعمر دخلها للعالم ديالو، وراها الخدمه ديالو في الشركه، عرفها على العائله كامله وقدروا يتوالموا، حيت هو شاف فيها مراه اللي زوينه مؤدبه ومرزنه وبعيد على المظاهر والتصنع، وحتى هي شافت فيه رجل الاحلام ديالها. واخا قبل ما كانتش معمره راسها بالفكره ديال الزواج، ولكن ديك الثقه والقوه ديالو وزيد عليها انه مسؤول ومتواضع خلاها دغيا تبغيه وتبغي تكمل معاه حياتها. وصافي من مورا 4 شهور من الخطوبه بداو في التحضيرات ديال العرس اللي كان خيال، داكشي اللي كتحلم به كل بنت، تدار في واحد الفيلا اللي قدها قداش، وغير الجرده ديالها تقول عليها انها ملعب ديال الكره، كلها اضواء وكتلمع وكتجمع ما بين الفخامه والتقاليد المغربيه، كل شيء معروض وكل شيء فرحان. ساره لبست الكسوه البيضاء اللي ندى كانت كتبان ليها كحله من بعد ما تبهرات بداكشي اللي وجدوا ومازال موجدين، جميع انواع الاكل والمشروبات، الفرق الموسيقيه بالانواع. اما النكافه فكانت موجده واحد التشكيله ديال التكاشط اللي غادي تخلي الناس ديال ساره يبقاو كاملين مبهورين. اما ندى فكانت غير جالسه وقالت لها الفقصه، وهي كتشوف الناس اللي كاملين ولاو حاضين غير ساره اللي من بعد ما تقادات ولات كتحمق، ما قادراش تحبس راسها من المقارنات. وواخا هي كانت غدا مزيان في الطريق اللي اختارت، ولكن كانت كتبان ليها النتيجه مازال بعيده، وعرفات راسها باللي واخا تولي محاميه غادي خصها سنوات ديال الخدمه باش يلاه توصل واخا للربع ديال داكشي اللي غادي تعيش فيه ساره، اللي بالنسبه ليها ما كتستحقش هادشي كامل. المهم مساله داك العرس حتى ندى كانت شويه وتطرطق. مشات ساره مع راجلها لدارها جديده، اما ندى فرجعات للدرب والحياه البسيطه، مشات لبيتها وبقات جالسه في الظلام وكتفكر في شنو كيوقع ليها وكتحاول تفهم المشاعر ديالها، لانه كان واحد النص كيقول لها ساره راه اختك،
خاصك تبغي ليها الخير وتفرحي ليها. ولكن كان نص اخر اللي كيقول ليها ساره راه ما تستحقش هادشي اللي وصلت ليه، هي ما دارت حتى شي مجهود على قبل هادشي. وفي الاخر داك الحب ديالها لصاحبتها تحول لحاجه اخرى، حاجه اللي معقده وما مفهوماش، وهي اللي غادي تشعل شراره الخيانه اللي ما كان كيتوقعها حتى شي واحد. في الاول ندى كانت كتحاول انها تكبح المشاعر ديالها، ولكن كانت في كل مره كتلاقى بساره ديك الغيره كتبقى تاكل فيها حتى ولات كتسيطر عليها. ومن بعد شي شهور على هاد الحال ديك الغيره غادي تولي تخليها دير شي حوايج اللي ما كانتش كتصور انها غادي توصل لهم شي نهار. وصلت بها الدرجه انها ولات كتراقب عمر وساره وحاضيه مع المشاكل اللي كيوقعوا بيناتهم مره بحال كل مرة وراجلها، حاجات اللي بساط ولكن هي كتخليهم يبانوا كبار في العينين ديال ساره. ولات مثلا فين ما كتمشي لعندها كتقول لها فين هو راجلك، ساره كتجاوبها وكتقول لها مسكين راه غير مع الخدمه. وهنا ندى كتقول لها راه انت اللي مسكينه وجالسه في دار خفلون، انا ملي كنت جايه راني شفتو جالس في واحد الريستو مع واحد البنت وما كاين غير الضحك. راجل ساره اللي خدمته كتحتم عليه بزاف ديال التنقلات والسفر. هنا ندى ولات كتقول لها واش عمرك شفتي شي خدمه بحال هكا، السيد راه ما كيشلتش الارض، وفرضا انه بصح كيسافر على قبل الخدمه، واش في نظرك كيبقى خدام 24 ساعه على 24 وما كيدير حتى شي حاجه؟ وكتسالي هضرتها وكتقول لها انا راني ما سوقيش، ديروا اللي بغيتو حياتكم هذه، ولكن انا راني كنعتبرك بحال اختي، ما نبغي لا اللي يضحك عليك ولا اللي يتفلى عليك وانت مسكينه غير نيه. وساره مسكينه اللي كانت كتعتبر ندى بحال اختها، كانت اي حاجه كتقولها ليها كتيقها، ومع الوقت قدرات انها تبدا تزرع عليها الشكوك تجاه راجلها وتبدا تشككها فيه من بعد ما كانت كتثق فيه ثقه عمياء. كل مره شنو كتقول ليها؟ مره كتقول ليها راني شفتو جالس مع وحده، مره كتقول ليها راه مزوج عليك. المهم كتكذب وكتبين راسها باللي هي من جهتها وباغا ليها غير الخير. المشاكل بين ساره وعمر اللي كثروا ولاو ديما مخاصمين من بعد ما ولات كتشك فيه بزاف وولات ديما حاضيه. هادشي اللي وصل لعائلاتهم اللي كل مره هما داخلين بخيط بيض كيتصالحوا، ولكن ما حد الفعه كدور بهم فراه ما عمرهم ما غادي يتهناو. ولكن مازالها ما وصلت لداكشي اللي بغات، هي بغاتهم يتفارقوا ويطلقوا باش بحال هكا ساره ترجع كيف ما كانت من قبل وعاد غادي ترتاح هي. ولكن الخطه ديالها اللي ما غاديش تكمل من بعد ما عمر غادي يحصلها كتعمر في راس مراته، كتكذب عليها وكتقول لها شي حوايج اللي ما كاينينش باش يتخاصموا. جرى عليها وهو يقول لساره باللي صاحبتك راها ما باغاش لك الخير، واخا وراها بالدلائل على انها كتكذب عليها، ولكن ساره بالنيه اللي فيها ما قدراتش تيق على ان صاحبتها تدير فيها بحال هكا، وبقات معاها ولات كتعرض عليها للدار ملي كيكون راجلها في الخدمه. وحتى ندى بالذكاء ديالها قدرت تخليها تقتنع على انها غير غلطات وماشي في نيتها اصلا جبد بيناتهم المشاكل، وهادشي اللي كيعني على انها غادي تبدل الخطه ديالها. ولكن من بعد هادشي اللي وقع غادي يولي صعيب تخليهم يتفارقوا لانهم ولا عندهم حصانه من هضرتها. وهنا فين الغيره ديالها غادي تحولها لوحش حقيقي وغادي دير واحد الخطه باش تصفيها لصاحبتها ساره وتلصق التهمه في راجلها. ودرسات الخطه ديالها مزيان باش داكشي يبان على اساس انه مشكل زوجي واللي غادي يسالي بكارثه. وكانت عارفه على ان العائلات ديالهم بجوج بيهم عارفينهم باللي ولاو ديما مخاصمين. وزيد على هادشي الشخصيه القويه ديال عمر اللي كتخليه يبان على انه قاسي غادي تلعب ضده ملي غادي يجيو البوليس من بعد ما غادي دار الجريمه. المهم وجدات كل شيء وبقات جالسه كتسنى في الفرصه المناسبه حتى لواحد النهار غادي تعيط لها ساره، قالت لها اجل عندي ونسيني راني غير بوحدي، راجلي في الخدمه وغادي تعطل. جاتها من الجنه والناس، سمحت في كل شيء ومشات لعندها، وفي صاكها واحد الدواء ديال الناس اللي كانت الام ديالها كتستعملو مره وواحد البلاستيكه. غادي تقولوا وكيفاش بلاستيكه؟ غير صبروا معايا وغادي تعرفوا شنو دارت بها. وصلات لعندها جلسوا كيتفرجوا وكيهضروا كيف العاده حتى ناضت ساره توجد شي حاجه اللي ياكلوها. هي بقات جالسه ووجدت في يديها الكينات ديال الناس وبقات جالسه كتسنى. جات ساره اللي مسكينه ما فخبرهاش باللي هذيك غادي تكون اخر وجبه ليها، حطات الماكله وكبات العصير وهي تقول لها ندى كون غير جبتي شويه ديال الخبز، هاد الماكله ديال الفراشط اللي وليتي كديري راها ما كتقنعنيش. ساره مسكينه لان نيتها ضحكات ومشات تجيب ليها الخبز وهي دير ليها الفات 3 ديال الحبات ديال النعاس في العصير وكلات معاها بحال الا ما كاين والو.
ومن مورا واحد ثلث ساعه هنا ساره بدا كيجيها النعاس، نعسات وغيبات. نادا فاش تاكدت على انها فقدت الوعي داك الوحش اللي فيها خرج، ناضت ومشات لعندها، جبدات ديك المكه، خشات ليها راسها فيها، زيرات عليها حتى بدات كتخنق. واخا ساره كانت فاقده الوعي ولكن الجسم ديالها بدا كيدير ردة فعل ولكن بلا نفع. طاحت في القبضه ديال العدوه ديالها اللي كانت كتعتبرها اختها، اللي بقات خانقاها حتى تاكدت من انها ماتت. مشات غسلات الماء اللي كلاو فيهم ومسحات اي بلاصه قاصتها باش ما تخليش من وراها البصمات. وقبل ما تخرج من الدار ديالها هزات التليفون ديال ساره ومنه صيفطات ميساج لراجلها اللي فيه كتبات فيه: شوف عمر، انا راني عييت من هاد العيشه، انت ديما في الخدمه ومخليني بوحدي وما كديهاش فيا، وديما فاش كنهضر معاك في هادشي كتبدا غير تغوت وتعصب. داكشي علاش ملي ترجع للدار بغيتك تبدا الاجراءات ديال الطلاق، وعندك يصحاب ليك بلي غادي نسمح في الحق ديالي. نادا اللي دارت هادشي باش تاكد للبوليس بلي المتهم الاول هو راجلها من بعد ما يقراو هاد الميساج، ويزيدوا يتاكدوا من عند الناس والعائلات ديالهم على انهم ديما كانوا في المشاكل. وزيد على هادشي حتى داك الفارق الطبقي غادي يزيد يبين لهم على انهم ما متفاهمينش. صافي تاكدات باللي كلشي هو هذا، مسحات دوك لي زابيل الاخرين بينها وبين ساره ومشات في حالها. وكيف ما خطات جا عمر ولقاها في ديك الحاله، عيط على البوليس، على الاسعاف، على والديه. المهم هو بقوه الخلعه بقى كيعيط على كل شيء. جاو البوليس ولقاوه في واحد الحاله اللي خايبه، الجثه ديال ساره اللي كاينه فوق الكنابي، ومن خلال الملامح ديالها كان واضح على انها ماتت مخنوقه، وكاين في العنق ديالها واحد الخط اللي كيبين على انه شي واحد صير عليها بشي حاجه. وزيد عليها فاش خداو التليفون ديالها لقاو باللي اخر حاجه هي الميساج اللي صيفطاتو لراجلها. قراه المحقق وهو يقول لهم يعتقل عمر لانه باينه ضربوا مع بعضياتهم وصفاها ليها. عمر اللي نفى داك الشيء تماما، قال لهم باللي ما كانش مضارب معاها، وهو اصلا داك الميساج راه ما وصلوش، ولكن كان كل شيء كيشير اتجاهه، وداك الشيء علاش اعتقلوه. فاش وصلوا العائله ديال ساره تصدموا بالخبر ديال الموت ديالها، كثر الغوات والصداع. وفوق من هادشي كامل عمر اللي بقى في حيره من امره، لا هو لا العائله ديالو، ما عرف مسكين لا واش يحزن على مراته ولا على راسو اللي باين انه مشى فيها. البوليس كملوا في التحقيق ديالهم وداو الجثه ديال ساره باش يبحثها الفريق ديال الطب الشرعي، والتليفونات ديالهم اللي تعطاو الفريق اللي متخصص بكل ما هو رقمي باش يتفحصوا. وبيد ما يخرجوا النتائج بقاو كيحاولوا مع عمر باش يعترف بالجريمه، ولكن هو بقى الوقت كامل ناكر كيقول لهم انا كنبغيها وما يمكنش ليا ناذيها. ولكن العائله ديال ساره وحتى العائله ديال عمر اكدوا على انه ديما كان بيناتهم المشاكل، وماشي مره ماشي جوج رجعت عندهم للدار وهي غضبانه، وغير هما اللي دخلوا وصالحوهم. المهم دازو 50 يوم على الجريمه، ونادا صحاب ليها باللي قطعت الواد ونشفوا رجليها، ولكن بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والتحقيقات المعمقه ديال البوليس اللي كنقدموا لهم التحيه والتقدير على المجهودات الجباره ديالهم، خرجوا النتائج. لقاو باللي كاع داكشي اللي كان لهم عمر راه صحيح، وباللي ما وصلوا حتى شي ميساج من عند مراته، لانه ديك النمره اللي تصيفط ليها الميساج ما بقاش خدام بها، وهذه مده طويله قبل من الجريمه باش بدلها. وحتى فاش داروا لي زاناليز الطريقه ديال الكتابه لقاوها باللي مختلفه شويه، وفي بلاصه ما الميساج يكون فيه واحد النوع ديال الحزن لقاوه باللي واضح بزاف، بحال الا اللي كتب الميساج كيحاول يقنع الشخص اللي غادي يلقاه بشي حاجه، واللي غادي يصدمهم بالمعقول هو غادي يلقاو باللي جوج ديال لي زابيل تمسحوا من بعد ما تصيفط داك الميساج، والنمره كانت ديال نادا اللي فاش عيطوا ليها باش يسولوها واش عارفه علاش صاحبتها مسحات نمرتها توترات غير بوحدها وبقات كتمتم، عاد قالت لهم باللي راجلها ما كيبغيهاش تلاقى معاها ولا تهضر معاها. وفاش غادي يسولوها علاش غادي تقول لهم هو هكاك ما كيبغيها لا تخرج ولا تهضر مع شي واحد. وفاش غادي يسولوا عمر هنا غادي يقول لهم باللي هي السبب في دوك المشاكل كاملين اللي كانوا عندهم، لانه هي اللي كانت كتحرضها عليا وكتكذب عليها، كتلعب ليها براسها، وماشي بعيد تكون عندها علاقه بداكشي اللي وقع لساره. ما جاو فين يساليو حتى غادي يخرج تقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي يزيد ياكد على ان عمر عنده الحق، حيت لقاو على ان الضحيه ساره توفات ساعه قبل ما يدخل عمر للدار،
ومن فوق هادشي كانت شاربه المنومات ويلاه كلات. وهنا غادي يولي المتهم الاول هو صاحبتها ندى اللي ملي تعتقلات كلشي تصدم. بداو معاها التحقيق، هي بعدا شد فيها التوتر مزيان، وفاش سولوها فين كانت وقت وقوع الجريمه بدات كتفتف وقالت لهم بلا ما تفكر باللي كانت في الدار ما خرجتش منها وما عندها حتى شي علاقه بالجريمه. ولكن فاش سولوا دارهم جاوبوهم على نيتهم وقالوا لهم لا، البنت راها خرجت من الدار باش تمشي لافاك. وفاش عرفوا على ان ندى كتحاول تخبي شي حاجه ضغطوا عليها مزيان في الاستجواب. هنا ولات هضرتها كاملها تناقضات، وفاش حسات بلي القضيه تزيرات قالت على انها ما بقات غتزيد تقول حتى شي حاجه وطلبات محامي. البوليس هنا كيكونوا عارفوا وتاكدوا على انها هي مولات الفعل. دابا خاصهم غير شي حاجه اللي كتاكد باللي 100% هي والقاضي يقتنع بها. وهنا الله اللي ما بغاهمش يتعذبوا، لا هما اللي عياو بتحقيقات ولا العائلات ديال الضحايا بجوج، ساره اللي ماتت وعمر اللي تشد. جاتهم الفكره باش يقلبوا في الكاميرات ديال الطوبيسات اللي كيمشيو للحي اللي ساكن فيه عمر. لقاو 3 وكاملين بهم جاهزين بالكاميرات، ومن بعد بحث طويل في التسجيلات لقاو باللي فعلا داك النهار ركبات في واحد من دوك الطوبيسات مباشره من بعد داك الاتصال اللي تمحى من التليفون ديال ساره، ونزلات في اقرب بلاصه من دارهم وحتى فرجها ركبات في واحد من دوك الطوبيسات، والوقت كان تقريبا 45 دقيقه من مور الجريمه. وهنا تاكدوا باللي فعلا هي مولات الفعل. هزوا هاد المعطيات الجديده كاملها وعرضوهم على ندى اللي من بعد ما عرفاتهم وصلوا لهادشي ما بقاتش قادره تنكر اكثر من هكا، اعترفت بداكشي كامل اللي دارت وعاودت لهم كيفاش وقعت الجريمه من الاول حتى الاخر كيف ما عاودت لكم من قبل. ندى تحكمات بالمؤبد، ضيعت حياتها والاحلام ديالها وضيعت معها واحد الكوبل اللي زوين ويلا قال بسم الله في الحياه. اما العائلات والناس اللي كيعرفوهم حياتهم ظلامت وما بقاوش عارفين فيه من يثيقوا من بعد ما شافوا جوج صحابات اللي كانت حتى شي حاجه ما كتفرقهم واللي كلشي كان كيعيط عليهم غير بالخواتات سالات علاقتهم بكارثه. وحده ماتت ووحده غادي تدوز حياتها كامله في الحبس، وهذا الشيء بسبب الغيره والحسد اللي دخلوا بيناتهم وحولوهم من اعز الاصدقاء لقاتل ومقتول. هكا كتكون سالات القضيه ديال اليوم. كتبوا لي في التعليقات شنو استفدتوا منها، وواش حتى نتوما فيت لكم تعرضتوا للخيانه من شي صديق او لا صديقه. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك الى عجبتكم لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه مع قضيه جديده. بسلام عليكم، خليتكم في رحمه الله.